السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني في كل مكان. معاكم مس عبير خطاب. النهارده يا ولاد هحل معاكم ورقة عمل الحصة للأسبوع الثاني الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. ماشي، تعالوا نشوف دي التقييمات اللي بتنزل على موقع الوزارة يا ولاد، اهو وزارة التربية والتعليم. تعالوا نشوف بقى هنا أول سؤال بيقول ايه. choose the correct answer. what did Yunus about. طبعا عشان في did لازم اختار فعل في المصدر، يبقى think about. طيب I carried my backpack and to school. هنا الفعل الأولاني ماضي فلازم الفعل التاني يبقى ماضي، يبقى walked. What subjects you study last year. What subjects did. ليه يا ولاد did؟ عشان في last، طالما في last يبقى أنا هاخد فعل مساعد did. طيب نشوف السؤال الرابع. I put on يعني لبست ارتديت. I put on my black shoes، يبقى put وراها حرف الجر on. put on. نقط she do her homework last night. طبعا ماضي فهاخد الفعل المساعد did. اللي بعده the Nile has two branches in Egypt. النيل له فرعين في مصر. all old cars were gas cars. كل السيارات القديمة كانت بتشتغل بالجاز. they were very noisy. كانت بتعمل دوشة جدا noisy. now we have a car that uses. دلوقتي احنا عندنا سيارات بتستخدم ايه؟ electricity and gas، كهرباء وغاز معاها، مع الكهرباء. طيب اللي بعده يا أولاد بيقولي today we have a big modern shopping area. حاليا احنا عندنا منطقة تسوق كبيرة ومودرن كمان حديثة. طيب هنا بيقولي our town had كان فيها a shopping area منطقة تسوق but it was very ولكن هي ايه very old قديمة جدا. تعالوا يا أولاد نشوف الصفحة اللي بعديها، وده يا أولاد الواجب الأسبوعي للأسبوع الثاني فصل دراسي تاني صف رابع ابتدائي. تعالوا نشوف بيقول ايه. choose the correct answer. last year يعني ماضي يا ولاد، يبقى I visited أنا زرت. where يونس live. he lived ماضي يبقى did، فعل المساعد في الماضي هو did. what did يونس عايزين فعل في المصدر. he put on a blue t-shirt gray pants and black shoes. يبقى what did يونس wear. لبس ايه يونس؟ عشان كلمة wear دي بتساوي put on. طيب the Nile is the longest river in the world. حفظناها الجملة دي أصلا. the Nile is the longest river in the world. النيل هو أطول نهر في العالم. was your town the same when your mom and dad were children. هل المدينة بتاعتكم دي كانت نفس الشكل لما باباك ومامتك كانوا أطفال؟ بابا وماما دول جمع يبقى هياخدوا where. we studied math. احنا بندرس math and played computer games. درسنا math ولعبنا. I didn't want to go to school. ما كنتش عايزة أروح المدرسة. طيب اللي بعدها يا ولاد بيقولي I remember my first day at school. افتكرت أول يوم ليا في المدرسة. at school gate وأنا على البوابة I said نقط and I walked into the classroom. قلت إيه لمامتي ودخلت على الفصل. قلت لها goodbye باي باي. السؤال التاسع يا ولاد بيقولي at my first day of school. أول يوم ليا في المدرسة I didn't want to go to school. مش كنت عايزة أروح المدرسة. but the next day I was. بس اليوم التاني أنا كنت إيه excited متحمس عايزة أروح. what نقط the buildings like today. طبعا buildings دي جمع و today الأيام دي فهتاخد R للمضارع. كده يا ولاد نكون خلصنا ورقة العمل اللي في الحصة والواجب الأسبوعي. تعالوا نشوف كمان عندنا التقييم الأسبوعي، وده عبارة عن 3 باراجرافات. تعالوا نشوفهم هما ال3 هنكتبهم مع بعض. يلا بينا كده نشوف الباراجراف الأول. بيقول لي write a paragraph of 18 words. اكتب لنا باراجراف من 18 كلمة using the following guiding elements. واستخدم العناصر دي. my first day of school. أول يوم ليا في المدرسة. first day of school هنحط الكلمة دي. 6 years old nervous stay at home play. تعالوا نشوف أنا مجهزة لكم الباراجراف أهو يا ولاد. تعالوا نشوفه بيقول لي إيه. hello أهلا
I am in grade 4. أنا في الصف الرابع. On my first day of school. أول يوم ليا في المدرسة I was very nervous. أنا كنت عصبي جدا. I was 6 years old. كان عندي 6 سنوات. I didn't want to go to school. ما كنتش عايزة أروح المدرسة. I liked staying at home. كنت بحب البقاء في البيت. I wanted to play with my toys. كنت عايز ألعب بالألعاب بتاعتي. ده أول باراجراف يا أولاد. اعملوا له سكرين شوت كده عشان تعرفوه تكتبوه. أنا اخترت جمل سهلة قوي قوي، ما بحبش الجمل الصعبة عشان تبقى سهلة عليكم وتعرفوا تكتبوها كويس. طيب تعالوا نشوف بقى الباراجراف التاني بيقول لي إيه. تاني باراجراف معايا يا أولاد بيقول لي write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. عن إيه الباراجراف التاني؟ the Nile. النيل. important long branches. عن نهر النيل، وجايب لي كلمة important وكلمة long وكلمة branches. تعالوا نشوف، أنا برضو مجهزه لكم أهو. بيقول لي إيه يا أولاد؟ The Nile. العنوان كتبناه كده في النص. The Nile is very important to Egypt. النيل مهم جدا لمصر. The Nile is the longest river in the world. النيل هو أطول نهر في العالم. It has 2 branches in Egypt. عنده فرعين في مصر. The Nile is home for many kinds of birds and animals. النيل ده هو موطن للكثير من أنواع الطيور والحيوانات. وبكده يا ولاد نكون خلصنا الباراجراف التاني اللي بيتكلم عن النيل. طبعا جمل سهلة وبسيطة تقدروا بمنتهى السهولة تكتبوها، والكلمات اللي هو مديهاني احنا حطيناها. كلمة important قلنا the Nile is very important to Egypt. النيل مهم جدا لمصر. بعد كده كلمة long احنا خليناها longest. the Nile is the longest river in the world. كده كلمة branches قلنا it اللي هو قصدنا النيل يا ولاد. It has 2 branches. يعني له فرعين in Egypt في مصر. وزودنا جملة عشان نبقى ايه، كتبنا ال 18 كلمة. The Nile is home for many kinds of birds and animals. النيل ده مأوى أو موطن لأنواع كثيرة من الطيور والحيوانات. وبكده يا ولاد نكون خلصنا الباراجراف التاني. يلا نشوف الباراجراف التالت. وده يا ولاد تالت باراجراف معايا بيقول لي write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. الباراجراف اسمه city life. حياة المدينة. جيب لي كلمة exciting pretty noisy. أنا برضو نفس الكلام جهزت لكم الباراجراف علشان ما تتعبوش وما ضيعش وقتكم في إني أنقل. أنا كتبتهم وجهزتهم أهو. city life حياة المدينة. Life in the city is very exciting. الحياة في المدينة يعني مثيرة جدا. The city is pretty. المدينة جميلة. And full of bright lights. ومليئة بالأضواء الساطعة. ولكن the city is very noisy. المدينة صاخبة جدا. I like the city life. أنا بحب حياة المدينة. طيب ده يا ولاد كان آخر باراجراف، وده الأسبوع التاني. ولو عجبتكم النوعية دي من الفيديوهات ان انا احل معاكم التقييمات كل اسبوع، اكتبوا لي كومنت اسفل الفيديو ده وقولوا لي يا ميس احنا عايزين تحلي التقييمات عشان ان شاء الله اعمل لكم بيها فيديو كل اسبوع. اشوفكم ان شاء الله يا ولاد الفيديو الجاي. باي باي. بالمناسبة انا بحل كتاب المعاصر صف رابع. اللي بيشتغل من المعاصر يشوف الاسئلة ويشوف الشرح اللي احنا بنشتغله. باي باي يا ولاد.